مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. أخبار اليوم باش نحكيو فيها على العناوين التالية. حادثة صدمة جدت في منطقة الوردية في العاصمة. قرارات صارمة يأمر بها رئيس الجمهورية قيس سعيد. سحب ترشح عصام الشابي من الانتخابات الرئاسية. قرار صادم ضد قيادات كبرى بحركة النهضة. ما تنسوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. اصطدام شاحنة بمقهى يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 10 أشخاص آخرين. وين جد حادث اصطدام شاحنة ثقيلة بشرفة مقهى في الوردية مساء أمس، ما أسفر عن وفاة شخصين على عين المكان، واحد عمره 22 عام والآخر عمره 30 عام، وإصابة 10 آخرين. هذا حسب ما أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس منير الريابي. ووضح الريابي في تصريح ليه اليوم إنه الحادث في حدود الساعة على 11:45 دقيقة متاع الليل، وتمثل في شاحنة ثقيلة كانت مسرعة بطريقة جنونية بعدد من السيارات الرابطة أمام المقهى قبل أن تصطدم ببهوى المقهى والأشخاص اللي كانوا جالسين في هذا المقهى. وقال الريابي أنه تم توجيه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات حسب نوع الإصابات، كما أشار إلى أنه تم كذلك تقديم الإسعافات إلى أهالي المصابين بعد تعرضهم للإغماء. وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس أنه المعاينات الأولية أثبتت أنه الحادث وقع نتيجة الإفراط في السرعة، وستكشف التحقيقات الأمنية الأسباب الحقيقية للحادث، كما تم بالتنسيق مع السلطات الأمنية لإبعاد الشاحنة المتسببة في الحادث عن الطريق. من جهة أخرى، رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل في قصر قرطاج السيدة فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، والسيد سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأكد رئيس الجمهورية على جملة من الثوابت في مقدمتها أنه يكون الاقتصاد وطني قائم على اختيارات الشعب التونسي وعلى خلق الثروة وعلى نمو حقيقي لا على اقتصاد ريعي وتحتسب على أساس نسب نمو خاطئة كاذبة. كما شدد رئيس الدولة على أن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون قائم على مجموعة من الاختيارات لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتوفير جملة من المرافق الأساسية كالحق في الشغل والأجر المجزي والحقوق الأساسية في النقل والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية. وأشار رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى أن الشعب التونسي اليوم يدفع غاليا ضريبة الاختيارات الفاشلة منذ نهاية سنوات 80 من القرن الماضي، وزاد الوضع تفاقم إثر الالتفاف على مطالب التونسيين المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. وشدد رئيس الجمهورية على دور المؤسسة الصغرى والمتوسطة وضرورة رفع شتى أنواع العقبات اللي تم في أكثر الأحيان افتعالها، ومن بينها عدم استجابة عدد من الإطارات المعنية لمطالب بعث عدد من المشاريع. واختم رئيس الدولة إلى التأكيد على أن الوضع الموروث ثقيل ولكن الإدارة ثابتة راسخة في تجاوزه، وعلى كل المسؤولين الانخراط في المعركة هذه اللي يخوضها الشعب التونسي من أجل التحرر ومن أجل وضع حد لحكم اللوبيات التي تتحرك في الخفاء وتحرك من يمثلها ومن هو امتداد لها ولتأجيج الأوضاع بشتى السبل حسب رئيس الجمهورية. في سياق آخر، أعلن نائب رئيس الحزب الجمهوري بسام الصغير اليوم عن سحب ترشح عصام الشابي من الانتخابات الرئاسية، وشدد على أن الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية. ووضح صغير في تصريح ليه اليوم على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب بعد رفض مطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية لترشح عصام الشابي أنه هذا القرار جاء على خلفية تواصل الاعتمادات السياسية وتكميم الأفواه بالاعتماد على المرسوم 54، بالإضافة إلى تواصل حالة التعفن السياسي اللي يعيشها المشهد، هذا وفق تعبيره. وقال الصغير أنه من يريد تخليد اسمه في الذاكرة التونسية يجب أن يحقق منجزا اقتصاديا وسياسيا لا أن يضع منافسيه وخصومه من السياسيين في السجن، هذا بالطبيعة حسب تعبيره. ويذكر أن هيئة الانتخابات رفضت أمس مطلب أمينه العام عصام الشابي للحصول على استمارة تزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية. وكان المحامي يوسف الباجي اللي نوب الشابي توجه إلى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانا قصد تقديم مطلب الحصول على استمارة تزكية الترشح للانتخابات الرئاسية في حق عصام الشابي الموقوف فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح له اليوم أنه تم
سحب 69 أنموذج للحصول على تزكية شعبية منذ تاريخ 8 جويلية الحالي إلى غاية يوم أمس. وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نفس التصريح أنه عملية السحب باش تتواصل إلى غاية 6 أوت المقبل. تمديد الاحتفاظ بالعجم الوريمي لمدة 5 أيام. أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام إضافية بالقياد بحركة النهضة العجمي الوريمي. شمل قرار التمديد في الاحتفاظ كل من عضو مجلس شورى الحركة السابق محمد الغنودي والناشط بالمجتمع المدني مصعب الغربي. نتلقاو إن شاء الله في مواضيع جديدة. إلى اللقاء.